محاولات و3 ضربات ركنية أيضا لمصلحة المنتخب العراقي. إذن هدف العراق، الجول الأول للعراق. متى يأتي الجول الأول للعراق؟ يأتي في هذه الضربة الركنية اللي تحول جول. نعم، أتى الهدف الأول لمصلحة المنتخب العراقي. ضغط متواصل من المنتخب العراقي، يتمكن ومن خلال الضربة الركنية الثالثة من الوصول إلى الهدف. علاء عبد الزهرة لاعب الزوراء، علاء عبد الزهرة قائد الفريق، يتمكن ولاحظ الكرة الأولى والكرة الثانية بعد ذلك. أولا الضربة الركنية لمصلحة المنتخب العراقي الرأسية أمامك واللاعب اللي يتابع. وما ذاقت حلاوة الوصول إلى بطولة كأس العالم بالمناسبة. يعني هو المنتخب الوحيد في هذه المجموعة الثانية اللي ما ذاق، وواضح الحقيقة أنه لن يتمكن من التأهل. محاولة المنتخب العراقي، تبدو الكرة خطيرة للعراق. أوه في القائم ضاعت، ومرة أخرى التسديدة حاضرة. جول ثاني للعراق. هذا هو المطلوب. المنتخب العراقي يسجل هدفه الثاني. المتألق اليوم مهند عبد الرحيم، والمنتخب العراقي يسجل هدفه الثاني. هو المطلوب الحقيقة من المنتخب العراقي. الأولى ضاعت، الأولى حلوة كانت يوم اصطدت في القائم. العودة مرة أخرى، ولاحظ التصرف الجميل المثالي اللي قام فيه أولا علاء عبد الزهرة، واللعب ممتاز الحقيقة من المنتخب العراقي. الأولى في القائم والثانية تصرف رائع الحقيقة من لاعب الخبرة علاء عبد الزهرة. والمتابعة أمامك حاضر اليوم، واليوم اللي حاضر أمامنا والمتألق هو مهند عبد الرحيم اللي يتمكن من الوصول للمرة الثانية إلى مرمى المنتخب التايلاندي. وأصبحنا الآن الحقيقة يعني النقاط أصبحت أعتقد بعد حالة الطرد وبعد يعني نقص اللاعبين في المنتخب العراقي بسبب التايلاندي بسبب الإصابة. تسديدة وتسديدة أخرى. جول يخلص المباراة. علي عدنان يخلص المباراة ويسجل الهدف الثالث للعراق. أخيرا يتمكن المنتخب العراقي من تسجيل الهدف الثالث، الهدف المطلوب. لكن لاحظ للمرة الثالثة علي عدنان يتقدم من هذا المكان. بعد ذلك أتت التسديدة والمتابعة هنا حاضرة. أولى تصطاد والثانية أيضا تحول بهذا الشكل. وأعتقد مهند عبد الرحيم وتمركز الممتاز الحقيقة في الأهداف الثلاثة. إذن الهاتريك أمامك الآن لمهند عبد الرحيم عند مشجعي المنتخب العراقي. ويمكن عاد في اللحظات القادمة نشوف هدف رابع، يمكن محاولة المنتخب العراقي، لأننا عند الدقيقة الثالثة من أصل 5 دقائق محتسبة للوقت بدل الضائع. طبعا يوم 15 هي تصفيات طويلة جدا. والمنتخب العراقي الرابع اليوم يومك يا مهند عبد الرحيم. اليوم يوم مهند كان مهند بالفعل، ودك مرمى المنتخب التايلاندي ب4 أهداف. هو مهند بنفسه يدك مرمى المنتخب التايلاندي ب4 أهداف ويأتي بالسوبر هاتريك. شوف يعني مهند عبد الرحيم الشوط الأول جولين، مهند عبد الرحيم الشوط الثاني جولين، لكن بمساعدة زملائه أكيد بلعبة جميلة أخرى، لكن تمركزه دائما جميل اللي هو مهند عبد الرحيم. يأتي الآن بالهاتريك.